بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا، ونحن على أعتاب يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو يوم من أيام الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم إخواني في الله، نذكر أنفسنا بهذا اليوم العظيم المبارك الذي هو يوم من أيام الله عز وجل، حينما دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، فرأى اليهود يعظمون هذا اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم منهم بحرمة هذا اليوم وبقدسية هذا اليوم وبعظيم مكانة هذا اليوم. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، وصامه موسى شكرا لله عز وجل ونحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إمام أهل التوحيد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه ورغب في ذلك، وقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع، حتى يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليهود. يرغبنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر. أمة محمد بفضل الله عز وجل، ثم لكرامة الحبيب محمد ومكانته عند الله عز وجل، قد آتاه الله ما لم يؤت أحدا من الأنبياء، مواسم عظيمات: يوم عاشوراء الذي هو بسنة كاملة، يوم عرفة الذي هو بسنتين، ليلة القدر التي هي في العشر الأواخر من شهر رمضان التي تساوي ما يقارب 84 سنة. يا الله، ما أعظم تلك المواسم عند الله عز وجل. صحيح أن أعمار أمة محمد إن قدر الله لهم ما بين 60 و70، ولكن أعطاهم الله هذه المواسم العظيمات التي يسبقون بها الأمم جميعا بإذن الله عز وجل إن اغتنموها حق الاغتنام. فانوا يا عباد الله صيام هذا اليوم، وعودوا أولادكم على صيام هذا اليوم العظيم المبارك حتى يكتب لكم الأجر بإذن الله عز وجل. فوالله إن تربى ولدك على صيام هذا اليوم سيصومه بإذن الله عز وجل أبد الدهر ما أحياه الله عز وجل، وسيكتب في صحيفتك يا عبد الله. فاللهم نسألك مولانا أن تعيننا على صيام هذا اليوم، وأن تقبل منا صيامه، وأن ترزقنا الهمة والعافية والبركة بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.